بهالأيام ما حدا بده الحقيقة، الكل بده الشي اللي بيخدم فكرته وجماعته. بتشوف خبر ما بتسأل إذا صح، بتسأل إذا بدين جماعتك ولا بيخدم جماعتك. إذا ضد خصمك بتتبناه فورا وبدون ما تتأكد. إذا ضد جماعتك بتقول لا 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 أكيد هذا خبر مدسوس. بتاخد اللي بيعجبك وبتترك اللي بيزعجك، وبالأخير القصة كلها بتطلع غلط بغلط، أو ما صار منها شيء من الأساس. ما عاد في بحث عن الحقيقة، صار في بحث عن دليل يبرر الكره. واللي أخطر من الكذب إنك تصدق شيء بس لأنه بيريح تفكيرك من المراجعة، من قول يمكن أنا غلطان. المنشور بينكتب والناس بتتبناه، بعد ساعتين بيصير ترند، وبعد 4 ساعات بيصير دليل دامغ، وبيجي واحد بيقول لك شفتوا شو صار؟ ووراها 1000 بيهتفوا ايه والله صار، ولا حدا سأل مين وكيف وليش. المشكلة مو بالإشاعة، المشكلة باللي بيحملها وبيركض فيها وهو مفكر حاله حامل الحقيقة على كتافه. جرب مرة بس توقف تسمع قبل ما تحكم، ورح تشوف انه الحقيقة ما بتنتمي لحدا، بتنتمي للضمير، والضمير آخر مكان ممكن تلاقي فيه الحقيقة. ولا شو؟ سلام.